أهلا بكم من جديد. معاكم أخوكم منصور من قناة ملوك البرمجة. يوجد أخبار سارة متعلقة ببوت النسر الذهبي، وأيضا متعلقة بالمطالبة بسحب الأرباح أو سحب العملات وتحويلها إلى المنصة. تابعوا معنا هذا المنشور الذي نزل. نقوم بترجمة المنشور. عزيزي لاعبي النسر الذهبي، حان الوقت لبعض الأخبار الرائعة. يسعدنا أن نعلن أنه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 الساعة 10 صباحا بتوقيت UTC اللي هو التوقيت العالمي، سيتم إعادة فتح المطالبة الخاصة بستارت داست رسميا. يعني الحمد لله، هذا إعلان رسمي من البوت، يعني أن البوت صادق، وإن شاء الله يتم الافتتاح. طبعا الوعد كان على 28، ونلاحظ أن إدارة البوت قدمت الموعد، لأن الموعد كان في تاريخ 28 حسب المنشور السابق، ولكن في هذا المنشور نلاحظ أن الموعد أصبح في 27، وإن شاء الله يصدق البوت. هذه هي فرصتك للعودة إلى اللعب بكامل قوتك. طبعا أنا كما ذكرت لكم أن الكثير من مستخدمي البوت تركوا البوت بسبب عدم المصداقية من الإدارة، لأنهم وعدوا في 21 وأجلوا إلى تاريخ 28. وبكل تأكيد أن إدارة البوت لاحظت أن الكثير من مستخدمي البوت تركوا البوت. فالآن كما تلاحظون في هذا المنشور وفي هذا الكلام، هذه فرصتك للعودة. ركزوا للعودة إلى اللعب بكامل قوتك، لأنه أعتقد في كثير من مستخدمي البوت تركوا البوت بسبب هذه الأخطاء، وأيضا بسبب عدم المصداقية. ولكن كما ذكرت لكم أن البوت هذا يعتبر بوت صادق، وإن شاء الله يكون صادق. لاحظوا، هذه فرصتك للعودة إلى اللعب بكامل قوتك، والاستفادة من إنجازاتك وتعزيز موقفك في المشروع. نحن نقدر بشدة دعمك وصبرك وثقتك، وقد عملنا بلا كلل لضمان عدالة واستقرار النظام. طبعا هو كان استخدامهم والتأخير أعتقد بسبب اصطياد المستخدمين الغير شرعيين الذين يستخدمون الريبورتات في الضغط. وإن شاء الله تكون إدارة البوت قد حلت هذه المشكلة، وعملت حل للأشخاص الذين يستخدمون البوت بطريقة غير شرعية، حتى لا يختلط الأمر بين الذي يستخدم بطريقة شرعية والذي يستخدم بطريقة غير شرعية. ما تحتاج إلى معرفته وقت البدء 27 يناير 2025 الساعة 10 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق. جهزوا محفظتكم لأن المكافآت في انتظاركم. استمر في تجميع الستار داست، ولا تنسى اللان باد الذي سيتم إطلاقه قريبا، يعني في مهمة سوف يتم إطلاقها قريبا. وإليكم المزيد من الأخبار المثيرة. في 28 يناير سيتم الإدراج الرسمي لرمز SSLX على بورصة الXT. طبعا ذكر البوت في المنشور السابق أنه سوف يتم افتتاح المطالبة في نفس اليوم الذي سيتم فيه إدراج العملة، الرمز اللي هو SS على المنصة. ولكن نلاحظ أن البوت قدم المطالبة قبل الإدراج، وأعتقد بسبب أن الكثير تركوا البوت. هذا إنجاز كبير بالنسبة لطراز SL8. المشروع يفتح المزيد من الفرصة للمشاركين. إنه الوقت المثالي للتفكير في الاستثمار في المشروع مع دخول SSLX إلى السوق العالمية. لا تفوت هذه الفرصة.
دعونا نجعل هذا احتفالا لكل لاعب. انشر الكلمة وادعو أصدقائك واستعد لفرصة جديدة، ستكافئ جهودك ونشاطك دائما. نشكرك على ثقتك ودعمك، دعونا نبني النجاح معا. طبعا البوت من غير مشتركين فهو بوت فاشل. البوت الناجح الذي يحقق الكثير من المشتركين، وضروري جدا أن يكون البوت صادق، يعني على مصداقية، حتى يتعامل المستخدم مع البوت بكل ثقة. رابط الاشتراك في البوت موجود في صندوق الوصف. على الجميع أن يعود إلى البوت ويشتغل بكل قوة حتى نستفيد من العملات ونستفيد من المكافآت ونستفيد من الأرباح. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناة اليوتيوب، وأيضا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناة التليجرام، وبالتوفيق للجميع.